الشكر. جلال الطلباني يؤسس لشيء، ما أدري، أشعر كعراقي يشعر العراقيون في بلدان ربما تحاسب، ربما تعدم، ربما تسجن على النكتة، ويسأل القائد فيها أي نكتة جديدة ومن هو المتهم. يقال أن جلال الطلباني أول ما يجي ضيف من الشارع العراقي يسأله آخر نكتة عني، ويقال أنه لا تخلو اجتماعات حتى الاجتماعات الحامية من نكتة لجلال الطلباني. هسه أجيب لكم نكتتين علي كختام للسسمة. يقال أنه جلال الطلباني سئل ما رأيك في عراقنا، يعني السائل طبعا يقصد العراق الجديد، قال والله أنا أفضل آسيا سيل ما أسعد. نكتة أخرى عليها، يقال جلال الطلباني كان يأتي من قلعة سولان إلى سليمانية، من سليمانية إلى قلعة سولان، يلاحظ رجل شايب قاعد على ربوه يشرب، سأل هذا منه؟ ما قال ما نعرف. فاليوم هو قال والله أنا أروح بنفسي أسأل عن هذا الرجل. راح قعد يما الرجل قال له تعال اشرب. أشرب ما أشرب، خلاصة شرب كاس. بعد ما شرب الكاس الرجل سأله أنت منه؟ هو تعجب قال ليش أنت ما تعرفني؟ قال لا. قال أنت ما شايفني بالتلفزيون؟ قال أنا ما بقرأ تلفزيون. قال ما شايف صورتي بالجريدة؟ قال ما أقرأ جرايد. الرجل قال له طول هسه قول له أنت منه؟ جلال طبعا قال أنا جلال طلباني. ضحك قال شرب كاس وصار جلال طلباني. لو يشرب الكاس الثاني يقول أنا جورج بوش. أروي لكم نكتة أخرى قوية. نكتة تقول لا قصب لا حسران، لا قصب لا حسران، لا عندنا بردي، فوق القهر والضيم رئيسنا كردي. شكرا جزيلا لسيادة رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال الطلباني.